هاير سلو فاير فاست. عارفين كنت بقعد برضه اقول ايه ان انا لو جبت اوبريشن مانجر ايه حياتي هتختلف، ده انا لو جبت اتش ار دايركتور ايه الدنيا هتلعب معايا لعب السنين. دونت انفست في الكرسي، انفست في البني ادم. ده اتعلمته برضه. يعني ايه؟ يعني مش لما تجيب البوزيشن ده الدنيا هتختلف، لا، هو لما تجيب البني ادم الكويس في البوزيشن ده الدنيا هتختلف. يعني ممكن يكون الكراسي كتيره فاضيه وممكن تجيب كراسي كتيره للموظفين، وده مش هيغير البيزنس. اللي هيغير البيزنس ان كرسي واحد يبقى عليه موظف كويس. عشان كده انا اتعلمت في الفتره الاخيره ان انا لما اجي انفست بجد انفست في البني ادم نفسه. انا ممكن اجيب 2 3 ويطلعوا غلط، ده عادي، بس خليك تبقى عارف. هنرجع تاني الحلقه اسمها هاير سلو فاير فاست. عين ببطء وارفد بسرعه. فانت ممكن تعين ببطء ويطلع غلط برضو، ما احنا مش منجمين يا جماعه، احنا مش بنقرا الودع برضو. كتير قوي بنعين ونقرا غلط عشان انا قعدت ابليم نفسي واعاقب نفسي ليه انا بعين غلط، ليه انا بعين غلط. ده طبيعي ان انت تعين غلط، لكن عين ببطء وعين غلط وبعد ما تعين مشيه وعين تاني ومشيه وعين تاني وسيبه يمشي لحد ما توصل للبني ادم. لان مش الهدف انك تملى كرسي، لانك لو مليت كرسي وبني ادم مش شاطر انت بالعكس انت هتدي ديبارتمنت بقى، واسال مجرب ولا تسال طبيب. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا وتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.